السلام عليكم خوتي خواتاتي خارج وداخل أرض الوطن. المشجعين الأخت ديالي مديحة، المشجعين ديال الأخت حنان، جميع المغاربة، جميع الأخوان الجزائريين. يعني بغيت نقول لكم يعني النهار كي غيدوز يعني اليوم، يعني البارح كان صعيب بزاف صراحة، وتكرفصنا فيه بزاف وليت كنفرس أكثر هي الأخت حنان. صراحة هاد السيدة الله يجازيها بخير، وقفات معنا بزاف، وقفات مع أختي بزاف. البارح يعني كيشو يعني حنان سلمت الجثة، وهي اللي عطات الأوراق ديالها باش تضمن تسلم الجثة، لأنها يعني عندها اللغة ومع العلم عندها الجنسية. وكنبغي نشكر الناس اللي استقبلونا مساكن في هاطاي، جابونا عندهم للدار، جلسونا عندهم في دارهم مسكينة، عطاونا البيت ديال ولادهم. يعني الناس يعني كانت الأخت صديقة ديال الأخت ديالي مديحة قالت لي أختك كانت مكرفسة بزاف مع داك السيد، ولكن قالت لي الحمد لله يعني من وصلت لهذا الشيء هذا قلت هنا الحمد لله. قلت لي يعني صبر، قالت لي باش تدفن اختك بخير وعلى خير ومبقاش ترد لقلبك يعني، ولكن شي صعيب بزاف وشي عارفو صعيب ماشي غير عليا انا، شي صعيب على المغاربه كاملين. كنهضر معكم بواحد الحرقه والحمد لله. وكنبغي نوجه واحد الشكر للمغاربه نيوز، يعني جزيل الشكر ليهم، يعني اللي واقفين معنا. الاخ يوسف اللي خرج بوجه مكشوف ديالو مسكين ولعب بوحدو وهضر معنا وهضر مع البيبلي كامل، وصل واحد الرساله اللي فيها الحب والتقدير لبنات بلادو. وبالنسبه اليوم ان شاء الله يعني الاخت حنان يعني هي اللي غتمشي تكلف المراسم ديال الدفن، مع العلم انه في الجنه عند هذا السيد هذا اللي حنا جالسين عنده في الدار، الله يجازيه بخير هو والزوجه ديالو والابناء ديالهم. قال لي حنان، قال لها واش السيد، قال لها دار المراسم ديال الدفن، قالت لي انا ما عرفتش. قالت لي عفوا، قالت لي اختي حنان، قالت لها ما عرفتش واش داروا ولا ما دارهمش، ولكن الحمد لله لانه توفقت وخديت انا والاخت حنان يعني شهاده الوفاه خديناها من القرى. لو ما كانتش معنا شهاده الوفاه هو ما صيفطهاش مع الجنازه، يعني خديناها حنايا بقات عندي انا. الحمد لله الا وفقنا الحال باش عطيناها ليهم وهادشي كامل يعني بفضل ديال الاخت حنان. كنجي نستوعب يعني تكون كنت انا بوحدي جاي بوحدي ما عارف لا لغه ماشي بلادي، كي غندير ندفن اختي، كي غندير بزاف د الحوايج، ولكن الحمد لله يعني الله سخر لنا جنود السماء وجنود الارض. واختي يعني كيف شفتوا البارح كان نهار صعيب علينا كاملين، واليوم حتى هو يكون نهار صعب. كنتمناو والله ندوزو بفارغ الصبر وندوزو يعني ونمشيو في حالاتنا، يعني حيت يعني ما قسما بالله كنبغي نهضر كنبدا نتشابك هذه كنبدا قسما بالله ناعسين حتى 6 ديال الصباح، فايقين دابا مع 8، يعني ناعسين نقول ساعتين بحال ما هكاك، ما كاملاش كاع، ولكن ماشي مشكل الحمد لله عادي، نقدر نبقى فايق الشهر الاخر قسما بالله عقب الاخت ديالي وما كاينش مشكل. المهم كي نكمل لكم القصه ديال الدفن، قال لها السيد يعني ضروري خاص يكون الزوج هو الاول اللي يمشي يحفر القبار ويعرف بلاصه القبار، يعني هادشي كامل ما طراش، حنا يلاه غنمشيو في يد الله عاوتاني، ولكن كنتمناو باذن الله تيسر الامور ونحفروا قبرنا، وخا نعرف نحفروا بيدينا ما عنديش مشكل. المهم هو الجثه ما خاصهاش تبقى تعذب بزاف، تعذب اكثر من القياس، يعني يجعل البركه، هي ما ساخياش بالدنيا ما ساخياش بنياتها، باش تخليهم بوحدهم ماني عارفه بغيت تكرفصوا من بعد. دابا غادي يعني ان شاء الله نشوفوا الجنازه مزوعه ونتوجهوا للروضه باذن الله تعالى. بيتي عند واحد الصديقه ديال الاخت ديالي الله يرحمها، كاين شي عند مسكينه هي والزوج ديالها جاو استقبلونا وداك الشيء وشي كامل، يعني ما صراحه مرتبك اليوم بزاف، اليوم مرتبك بزاف، ولكن الحمد لله مصبر راسي. اخت حنان مسكينه شي قالت لي اخويا، قالت لي انا ما نقدرش نصور، ما عرفتش مرتبكه. فاضل افتح لي حبيبي شنطة، افتح لي هذا، افتح لي يا اخويا هذا، خلاص. نتمنى من الله ان شاء الله يكون كل شيء بخير وتيسر الامور كامله باش ناخذوا. حتى البارح قال لنا السيد، قال لنا واش قال لنا واش الزوج ديال الاخت ديالكم قال مع راجلها تركي، راجل السيده اللي جينا عند تركي، قال لنا واش الزوج ديال الاخت ديالكم
وراكم القبر فين غتمشيو تدفنوها البلاصه زعما واش وراكم فين تدفنوها وهادي قلنا حنا باقي مرانا والو. المهم دابا المهم لما نشرح لكم اكثر يعني نيوز مغاربه. شكرا لكم بزاف المغاربه خوتي، شكرا لكم بزاف خارج وداخل ارض الوطن خوتي الجزائريه اللي باقيين معايا كيعيطوا مسانديني واقفين معايا. شكرا لكم بزاف مره اخرى. الاخت حنان اش بان لكم ما يجي حاشاكم عزكم الله شديت معايا. انا الاخت حنان جايه هي والسيده اللي بايتين عندها في الدار. يعني صراحه نهار صعيب بزاف، نهار صعب من البارح وصعب من البارح وصعب من بزاف. هذا النهار هذا الحمد لله نهار الوداع الاخير نحطوا فيه اختنا التراب. نتمنوا من الله كلشي يكون هو هذاك وكلشي يكون على خير. اليوم راني في هذه البلاصه اللي فين كيدفنوا سميتو في المغسله وداك الشيء. يعني جينا هنايا باش نشوفوا شنو كاين ونشوفوا الامور ديالنا هذا الاخ ديالي ان شاء الله. كيف ما قلت لكم غنتبع معكم كلشي من الاول للاخر. قسما بالله واقف الاجر يعني واقف اني صعيب. الاخوان غيفهموا هضرتي كاملين، الناس اللي حاسين بيا غيفهموا كلشي الحمد لله. شكرا مره اخرى للمغاربه نيوز. شكرا اخوان الاخوات اللي كيعاونوا الاخت ديالي بالدعوات وبالرحمه والمغفره. شكرا لكم بزاف. يعني هنايا كنتسناو في امور تكمل بخير وعلى خير. يعني صراحه عييت بزاف وهزيت لهم بزاف وما بقيتش فاهم والو. ولكن الحمد لله بلاد غريبه ولكن الحمد لله بلاد مسلمه. نتمناو من الله سبحانه وتعالى. الجنازه باقا ما جاتش اخي. الجنازه باقا ما جاتش. جنازه لسه ما عجبوها. ايوه لا لسه لسه جاتنا الدرس غير دابا قالنا باقا ما جابوش الجنازه. نتسناو ان شاء الله فارغ الصبر كنتسنى هادشي هذا والله. يعني بغيتها امتى ندفن اختي انايا تعذبت بزاف صراحه والله. ولكن ما بقيتش فاهم والو قسما بالله على جاليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني الدنيا صعيبه وفراق صعيب وعارفه يعني قاصحه على المغاربه كاملين. وكتشوف انت في بلاد غريبه والحمد لله لقينا ولاد الناس معنا مسخر مني والله. انا هاد النهار ما عرفتش كيفاش غادي يدوز عندي. ولكن نصبر راسي خاصني نكون راجل. يعني خاصني نكون راجل. يعني بقى اليوم ما خرجتش هضرت معاكم عادي يعني بحال خوتي بحال شي ناس في الجميع. خاصك تبقى تبكي قدام هادو اخوتي. يعني الدعاء ديالكم قبل ما تدفن الاخت ديالي دعوا معها بالرحمه والمغفره. دعوا مع اختي بالرحمه والمغفره وان شاء الله ندفن اختي نحطها في القبر ديالها. وان شاء الله كنتمنى من الله ومن القنصليه ومن السفاره يوقفوا معايا في البنات ديالهم. في البنات ديال اختي كنتمنى يوقفوا معايا. ما كانش النداء يوصل لسيدنا. ما كانش النداء يوصل لسيدنا الله ينصرو. قسما بالله عندي حرقه من الداخل شعلة الاخت ديالي. يا ربي النداء يوصل لسيدنا. وشكرا مره اخرى للمغاربه داخل وخارج ارض الوطن والجزائريين والناس اللي كيساندوني والناس اللي واقفين معايا. يعني ومره اخرى نعاود نقول لكم ما كانش النداء هذا. انا كنت واقف فيكم وفي الله سبحانه وتعالى وفي السفاره وفي القنصليه وفي مغاربه نيوز. يعني وصلوا النداء لسيدنا الله ينصرو الله يعطيه صحته الله يخلي ليه وليداتو. يعني ما كانش النداء يوصل قسما بالله. تكون شي قضيه في الدريات ديال اختي صافي مبقيتش فاهم الحمد لله. ومهم نخليكم دابا وان شاء الله كيف قلت لكم دعوا مع اختي بالرحمه راه غتدفن اليوم. وشكرا لجميع المغاربه مره اخرى. وشكرا للمغاربه نيوز اللي كيوصلوا الرساله ديالنا.